طبعا كلنا بنفتح اي برنامج من برامج ال 2 دي او ال 3 دي، بس ال 3 دي بالتحديد، وبنبدا نشتغل على طول. طب عمرك فكرت هو ازاي احنا بنشوف جوه ال 3 دي؟ يعني عينينا بتبقى عامله ازاي جوه ال 3 دي؟ ممكن بعينينا بس نعمل افكتات عامله ازاي؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، درس النهارده او فيديو النهارده عن الكاميرا. الكاميرا من ضمن الحاجات المهمه جدا 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 جوه بلندر او جوه ال 3 دي عموما، ولازم نفهم ايه هي الخصائص بتاعتها وازاي ممكن نتحكم فيها. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا على طول. طيب الكاميرا هي من ضمن الحاجات الأساسية في أي مشهد، ما ينفعش إن أنت تعمل مشهد من غيرها. زيها زي الإضاءة، زيها زي الأوبجكتس اللي بيكون معاك، لأن الكاميرا هي العين اللي أنت بتشوف بيها المشهد بتاعك. فأنت بعينك دي أنت بتختار، بتحتاج، أو بعينك دي ممكن تقدر تخلي المشهد بتاعك دوت يكون كبير، يكون صغير، يكون الحاجة العنصر اللي معاك دوت تعمل عليه فوكس بطريقة معينة، تظهره بطريقة معينة. هي الكاميرا دي هي اللي ممكن من خلالها تقدر تعمل كل الكلام دوت. يعني أنت بس ممكن بالكاميرا أو بحركة الكاميرا تبدا تعمل مشهد كامل، ويكون فيه ترانزيشنز كتير، ويكون فيه مسج معينه او رساله معينه انت عايز تقولها. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى المشهد اللي معانا هنا. هو مشهد بسيط، سماعه وارض كده عاملين زي جبل وباك جراوند. هنشوف كده برضه بعد الريندر، يعني هو سيمبل، مشهد سيمبل خالص. تعالوا نشوف بقى احنا ممكن ازاي نعرف نتعرف على الكاميرا، وايه هي الخصائص بتاعتها، وايه اللي احنا ممكن نعمله من خلال الكاميرا في حاجه زي كده. اول حاجه عشان ننزل الكاميرا زي اي اوبجكت عادي في بلندر، بننزلها ندوس شيفت ايه، ونيجي من هنا نختار كاميرا. تنزل معانا الكاميرا بالمنظر ده. تعالوا نحركها كده جي واي كده. هي الكاميرا موجوده معانا بس احنا مش شايفين، يعني الحركه اللي احنا بنلفها دي كده، دي حركه اسمها الفري او الحر، ان انت كده بتتحرك جوه المشهد كله. لو انت عاوز تشوف من الكاميرا بقى بتدوس على رقم 0 في الكيبورد ده كده، الباوندر ده كده او البرواز ده كده اللي انت الكاميرا هتشوفه. اوكي طيب لو انا عايز دلوقتي بقى احرك الكاميرا دي، عندي كذا اوبشن او كذا طريقه. ممكن ان انا اجي هنا ادوس جي واي كده، انا حركتها على المحور الواي، او مثلا ادوس ار زد عشان خاطر الف كده، بس انا كده طبعا مش شايف، فممكن اقسم دي نصين. هنا هبص على الكاميرا هدوس 0 كده، انا شايف من الكاميرا، وهنا هحرك الكاميرا بتاعتي كده ار زد مثلا كده، انا بلفها معايا جي واي حركه معايا، وهكذا. دي اول طريقه. تاني طريقه دي ممكن برضو نعملها من هنا، ان احنا نحط الجزمس بتاعتنا دي، وتقدر ان انت تحركها من هنا كده بالطريقه دي. اوكي دي كده طريقه. طيب الطريقه الثانيه ان انا ممكن اخلي الكاميرا نفسها، الفيو اللي انا فيه دوت هو اللي يتحرك. يعني لما اجي اعمل روتيت او الف او اعمل زوم ان او زوم اوت، يبقى انا بعمل من خلال المشهد اللي قدامي ده. ازاي؟ بدوس هنا على حرف الان في الكيبورد عشان يفتح لي الجزء ده، وبختار من فيو. عندي هنا حاجه اسمها كاميرا تو فيو، لوك كاميرا تو فيو. يعني ايه؟ يعني الفيو بتاعي او اللوك اللي هنا دوت ده كده جوه الكاميرا. فانا كده لما اجي اعمل زوم ان مثلا او اجي الف، واخدين بالكم بص الكاميرا هنا بتعمل ايه؟ الكاميرا بتتحرك معايا. اوكي دي كده الطريقه الثانيه. تعالى نفترض مثلا دلوقتي ان انا كنت بلف كده مثلا، وهوبا لقيت البرسبكتيف اللي انا شايف منه ده جامد قوي، وعايز اخلي الكاميرا تيجي تشوف من نفس البرسبكتيف اللي انا شايف منه ده. اعملها ازاي؟ ممكن حد يجي يقول لي احرك الكاميرا لحد ما تيجي هنا، بس لا، احنا زي ما اتفقنا برنامج بلندر برنامج ذكي، فانت بتيجي هنا كده تدوس كنترول الت 0. كنترول الت 0 يجيب لك بص الكاميرا في المكان اللي انت فيه ده. لو دوست 0 هتلاقي شايفها من نفس المكان اللي انت شايف منه ده. طيب اوقات كتير بيبقى الكاميرا انا عايز بس الجزء اللي الكاميرا شايفاه بس هو اللي باين، انما الجزء اللي بره دوت مش عايزه يبان معايا. بعمل ايه؟ بدوس كنترول بي عاديه، بي فور بوك، وبروح جاي معلم على الجزء ده. بص لغالك كل اللي بره، وخلى بس الجزء اللي يبان معاك الجزء اللي هو اللي الكاميرا شايفاه. كل دي حاجات بتسهل وبتسرع معاك في البروسيس وانت شغال، عشان خاطر تقدر تعمل العمليه بتاعتك بتاعت ان انت تحط الكاميرا او تتحكم في المشهد بسهوله يعني. اوكي طيب عندنا ايه تاني في الكاميرا برضو ممكن نعرفه؟ المقاس اللي احنا شايفينه قدامنا ده مقاس مربع. لو جينا هنا دخلنا على السيتنجز هتلاقيه 1024 في 1024. طب لو انا عايز الصوره بتاعتي دي او الحاجه اللي انا هعملها دي تطلع بمقاس ريل، بمقاس ان هو يطلع ريل انستجرام، هاجي هنا هقول له ده هيبقى مثلا مقاسه 1080 وهنا 1920. واخدين بالكم بصوا ايه اللي حصل؟ الدايمنشنز نفسها او الابعاد بتاعت الكاميرا نفسها اتغيرت. طب لو انا عايز العكس، عايزه يطلع حاجه بالعرض، اقول له هنا 1920 في 1080 وهكذا بقى. بس خد بالك اتقطع ازاي، فهبدا ان انا انزل بالكاميرا بتاعتي كده شويه عشان ابقى شايف المشهد بتاعي. اوكي طيب لو انا عايز اضاعف زي ما اتفقنا بقى قبل كده، ريزوليوشن هنا اهو، ممكن دي بدل ما انت تفضل تغير في الارقام، ممكن تيجي هنا بس تقول له ده انت عايز ده 200%، كده يطلع لك ضعف الريزوليوشن اللي هنا. اوكي طيب ايه كمان برضو ممكن نشوفه؟ طيب الكاميرا بروبرتيز بتاعتنا بنجيبها منين؟ بنجيبها من الايكون اللي هنا دي، لو وقفت عليها هتلاقي جايب لك شكل الكاميرا كده وداتا. طيب عشان تظهر معانا الكاميرا دي لازم اكون محددها، فعشان احددها يا اما بقف على البوردر بتاعها من هنا، او باجي من عند الاوتلاينر بتاعي بلاقيها كلمه كاميرا، دوست عليها. لو دوست على حاجه ثانيه هتلاقيها اختفت من هنا. اوكي فلازم ادوس على كاميرا هتظهر معايا، هي حاجه ثانيه بص مش هتلاقيها ظهرت، لازم كاميرا عشان تظهر معايا. اوكي طيب تعالى بقى نفصص كده الحاجات اللي هنا دي واحده واحده كده سريعا، ونشوف ايه اللي احنا ممكن نكون بنستخدمه او هنحتاجه، وايه اللي احنا ممكن نكون مش هنحتاجه. اول حاجه عندي هنا التايب، في هنا
ايه الفرق ما بين الثلاثه دول؟ احنا كنا قلنا في المحاضره الاولى لو تفتكروا ان احنا بنستخدم البرسبكتيف عشان نحاكي الكاميرا الحقيقيه. الاورثوك فيو دي بتطلع لك كاميرا او بتطلع لك مشهد بيكون مسطح ما فيهوش بعد يعني داخلي. تعال نجرب، تعال نعمل هنا لوك تو كاميرا، ندوس على حرف الان، هنفعل الاول دي، وتعالى نعمل لوك للكاميرا بتاعتنا. هنجيب من هنا كاميرا تو فيو عشان نشوف المشهد بتاعنا. بص انا كده الكاميرا، بص تحس ان مفيش بعد، يعني السماعه موجوده هي والبيز بتاعتها والجبال اللي ورا دي، بص مفيش اي بعد، تحس ان انت شايف كاميرا او شايف مشهد ما فيهوش اي ديبس خالص. يعني ده بالنسبه للاورثوجرافيك بيكون ده الايفكت بتاعها. اما النوع الثاني هو برسبكتيف، وده اغلب الحاجات اللي احنا بنستخدمها على طول بالبرسبكتيف، بيدينا الايفكت بتاعنا بتاع الكاميرا الطبيعيه بتاعتنا. ثالث حاجه البانوراميك ديت، واحنا يعني عاده ما بنستخدمهاش كتير، يعني انا بصراحه عمري ما استخدمتها قبل كده، فانا ما عنديش معلومات كتير عنها. بس عاده يعني تقريبا هي بتستخدم في الحاجات اللي هي اللي بتعمل بيها الحاجات الاتش دي ار اي، او الحاجات اللي هي 360 درجه، اللي هي بتبقى ممكن تلف وتتعرض على كل الحاجات يعني اعتقد يعني. ولو برضه حد عنده معلومه عن الموضوع ده ممكن يصلح لي في الكومنتس. عاده احنا بنستخدم البرسبكتيف عشان ما نتوهش كتير، ما بنستخدمش الاورثوجرافيك ديت برضه غير في حالات معينه. اغلب الحاجات اللي بنستخدم فيها البرسبكتيف. طيب بعد كده عندي هنا الفوكال لينس. الفوكال لينس ده مهم جدا بقى عشان نفهم الفوكال لينس بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. بصوا معايا كده على الثلاث صور دول، الثلاث صور دول لنفس الشخص، يعني ده نفس الانسان، بس بص المشهد هنا عامل ازاي، او شكله هنا عامل ازاي، بص شكله هنا عامل ازاي، وبص شكله هنا عامل ازاي. هنا تحس ان الصوره يعني معموله على دايره كده، وهنا يعني الى حد ما مفروده شويه، هنا مفروده قوي. اوكي طيب واخدين بالكم من الرقم اللي تحت ده 20 مللي 35 مللي 200 مللي، هو ده الفوكال لينس اللي احنا بنظبطه في العدسه عشان يدينا المشهد ده. خلينا نجيب كده كاميرا ونبص عليها. احنا عندنا هنا في الكاميرا دي، الكاميرا خلينا نظبطها كده، دي بتبقى الكاميرا ودي اللينس بتاعتنا. فالكاميرا دي ليها اعدادات واللينس ليها اعدادات. اوكي الفوكال لينس بتبقى مسؤوله عن اللينس اللي هنا دي، حتى من اسمها فوكال لينس، بتظبطها اللي هي الحركه بتاعت الزوم اللي هنا دي. معلش هي الكاميرا قديمه شويه بس هي محطوطه ديكور بس عشان اشرح لك عليها. الحركه دي شايف الحركه بتاعت الزوم دي، ده الفوكال لينس. احنا بنظبط من هنا الفوكال لينس عشان يدينا الايفكت ده. اوكي فاحنا بنظبط الفوكال لينس على حسب الاعدادات اللي احنا عايزينها. باين كده من الارقام اللي هنا انه الرقم القليل في الفوكال لينس بيدي لك وسع، بيدي لك مساحه اكبر، بيدي لك يعني بيغطي لك اريا اكتر. لو انت مثلا عايز مشهد يبان ان هو كبير وضخم وكده نستخدم فوكال لينس برقم صغير. طب لو انا عايز مشهد يكون الى حد ما طبيعي بستخدم فوكال لينس في الرينج مثلا ما بين 35 لحد 85. طب لو انا عايز اعمل بقى حاجه خلاص تبقى زوم ان قوي، لو هعمل بورتريه او اصور حد او كده، بيبقى من اول 125 او من اول 100 لحد 200، ده بيكون فوكال لينس محترم قوي. كل واحد من دول بيكون ليه خصائص معينه. تعال نبص عليها كده. بص تعال نبص على الصوره دي، واخدين بالكم بصوا ايه اللي بيحصل. الفوكال لينس اللي تحت دوت كل ما بيتغير معانا كل ما الشكل بتاع الراجل بص بيبدا ان هو يتفرد ازاي. ده الايفكت اللي احنا بناخده من الفوكال لينس بتاعنا. اوكي ده كده بالنسبه لتصوير الاشخاص او تصوير البني ادمين. تعال نبص هنا بقى كده على الجراف دوت. بص هنا كده اللينس بتاعتنا اهي، لما بيكون الفوكال لينس بتاعتي على 15 بص بيغطي مساحه عامله ازاي. بتلاقي الزاويه بتاعت التصوير بتاعتك كبيره جدا. كل ما الرقم بيزيد كل ما بص بتصغر تصغر تصغر لحد ما تيجي يعني شايف ال 200 بص بتغطي مساحه عامله ازاي، وال 15 بتغطي مساحه عامله ازاي. ده كده الفرق سريعا ما بين الفوكال لينس او ارقام الفوكال لينس بتاعتي. طيب تعالى بقى نجرب هنا كده. دي كده معموله بص فوكال لينس 50. تعالى نجرب كده لو احنا عملنا دي مثلا 25 ونشوف المشهد عامل ازاي. واخدين بالكم بص لو جيت قربت شويه كده من المنتج بتاعي بص المنتج بقى عامل ازاي، بقى فيه تحس ان هو ضخم كده شويه. الحاجات اللي هي فيها فوكال لينس كبير بنستخدمها في تصوير. لو واخدين بتشوفوها في العماير لو عايزين يصوروا عماره كبيره وبتاع فبيستخدم فوكال لينس بيكون الرقم بتاعه يكون صغير. تعال نجرب بقى مثلا كده لو احنا عملنا الفوكال لينس ده 200 زي ما كنت بوريكم، ونرجع زوم ان كده نظبط الكاميرا بتاعتنا. بص ادتني بيوتي لوك كده للحاجه بتاعتي بشكلها الى حد ما الطبيعي اللي هو موجود في الحقيقه يعني. فده بيكون ليه استخدام وده ليه استخدام. لو انت عايز تبين الحاجه بتاعتك كانها شكلها الطبيعي او شكلها اللي هي الحقيقي نستخدم فوكال لينس بتكون عاليه. ممكن تستخدم حاجه مثلا 125 وليكن مثلا كده. طبعا انا الكاميرا بتاعتي بتتحرك عشان انا قافل من هنا اللوك عامله كاميرا فيو، فكل ما هتحرك من هنا في اي حركه كل ما ايه هيسمع معايا. لو انا شلت دي وجيت اتحركت كده انا طلعت بره الكاميرا خالص، فلازم ارجع ادوس صفر واعمل دي كده الكاميرا لوك فيو. طب تعالى نجرب كده لو عملنا ده رقم قليل قوي زي 10. بص شايف الديستورشن عامل ازاي. الفوكال لينس القليل قوي ده بيتسبب في ان هو بيعمل لك ديستورشن. بص انت تحس ان السماعه بتاعتك بقت ضخمه. بص كل ده بقى بيكون افكتات انت ممكن تعملها بس مجرد الفوكال لينس بتاعتك. اوكي فخلينا نرجعها تاني كده على وضعها الطبيعي 50 مللي عشان نكمل باقي الشرح بتاعنا. طيب
اللينس يونت هي على طول بنسيبها مليمتر، ما بنلعبش فيها يعني كتير، هي بنسيبها على طول كده بالمليمتر. والشيفت اكس والشيفت واي برضو يعني انا عاده ما بلعبش فيهم خالص، لان انا يعني ما اعرفش ممكن يكون الايفكت بتاعهم بيبقى عامل ازاي. الكليب تو ستارت والكليب تو اند، او الكليب ستارت والكليب اند، دول مهمين جدا جدا، لان دي بيحصل احيانا كتير مشاكل في الريندر، او في وانت بتعمل حاجه السكيل بتاعها كبير قوي، بتلاقي مره واحده الشاشه اسودت وانت مش عارف ايه المشكله. هنا كليب ستارت هو بيقول لك الكاميرا بتاعتك هتبدا تشوف من اول 0.1 متر، يعني 10 سم، من اول 10 سم لحد 1000 متر، يعني لحد كيلو. كل اللي في المساحه دوت في المشهد بتاعك هيتشاف. تعال نجرب كده، لو احنا عملنا دوت مثلا كده من اول 20 متر، بص ايه اللي حصل. الكاميرا بتاعتك ما بقتش شايفه حاجه خالص، لانه على بعد 20 متر الحاجه بتاعتي دي مش موجوده. فاحيانا كتير بقى وانت بتعمل مشهد مثلا معين، اتاكد ان الكليب اند والكليب ستارت دول، كليب ستارت وكليب اند دول هما الاثنين مظبوطين على المشهد بتاعك. لو لقيت الايفكت اللي حصل زي ما وريتك دلوقتي كده ده عامل معاك في الكاميرا، اتاكد ان الكليب ستارت والاند بتوعك مظبوطين. ده كده بالنسبه لاول جزء اللي هو اللينس. طيب تعال نخش على تاني حاجه. عندنا الكاميرا السنسور فيت على طول بنسيبها اوتو، ما بنلعبش فيها. السايز بتاع الكاميرا نفسه برده، هي دي حاجات ممكن تبقى يعني تكنيكال عميقه قوي، برده ما بنلعبش فيها قوي، لان هي كل ما بتغير فيها كل ما بص بتغير في الابعاد بتاعه المشهد. يعني على حسب بقى انت شوف، لو انت حابب مثلا افكت معين كده هي اديتهولك مفيش مشكله. يعني احنا الموضوع كله قائم على التجربه والخطا، يعني بنشوف الحاجه ونشوف ايه اللي ممكن يظبط معانا ويدينا شكل كويس، احنا مش بنخترع الذره يعني. اوكي، دي كده بالنسبه للكاميرا، اعداداتها مش كتير، فيهاش حاجات كتير. بعد كده عندي هنا السيف اريا، انا ما استخدمتهاش خالص بصراحه قبل كده، ما عنديش فكره ممكن تكون بتستخدم في ايه. عندي هنا في بقى اللي هي الباك جراوند ايمج، دي بنستخدمها لو احنا عايزين نحط صوره على الكاميرا بتاعتنا ونبدا ان احنا نظبط عليها. بتستخدم اكتر برضو في الفي اف اكس. يعني لو انا عندي مثلا صوره عايز احطها على الكاميرا من قدام كده تبان كانها ريفرنس مثلا ليا، تعالى ولنفترض مثلا ناخد الصوره دي كده، وبنختار من هنا كده اذا كان الاوباستي بتاعتها تكون 0.5 او مثلا نخليها 1. هي بس حاجه بتبقى ريفرنس ليك لو انت بتعمل حاجه معينه وعندك صوره عايز تظبط على اساسها بالظبط الكومبوزيشن والشكل والحاجات دي كلها، بتحطها، وكل ما الكاميرا بتتحرك كل ما هي متحركه معاك. خد بالك بص، هي تحس ان هي كانك جبت ورقه ولزقتها على وش الكاميرا من قدام كده. يعني هنا في باك لو انت عايز تخليها ورا المشهد بتاعك او ورا العنصر، تعالى نخفي ده كده فهتظهر معاك كده في الباك جراوند كده مثلا، فاهم؟ برضو بيبقى استخدامها استخدام ذكي، يعني بيفيدنا في حاجات كتير. وهنا ممكن تخليها فرونت اللي هي تبقى قدام المشهد نفسه، بس هي ما بتبانش في الريندر على فكره، هي بس مجرد بريفيو يعني مش ما فيهاش اي حاجه تاني. طبعا بقى هنا الفريم ميثود ان انت عايزها ستريتش ولا فيت ولا كروب، ان هي تنزل بالظبط على قد مساحه الكاميرا ولا تبقى مقصوصه منها. الحاجات دي كلها اعتقد ان انت ممكن لو قعدت تجرب فيها كده هتفهم الموضوع يعني بشكل اعمق. انا نخفيها بقى خلاص عشان مش هستخدمها. عندي هنا الفي بورت ديسبلاي، شكل الكاميرا في الفي بورت هتبقى عامله ازاي. احيانا ممكن تبقى الكاميرا بتاعتي شكلها صغير او كبير، فانا من هنا كده بكبر الحجم بتاعها او اصغره عشان لو عايز اشوفها في المشهد بتاعي او هي مشتتاني من هنا. برضو نفس الكلام هنا. عندي هنا بقى الاوبشن بتاع الباسبرتيوت ده، احنا بنستخدمه لو واخدين بالكم. بص هنا الايفكت لما بتيجي تعلم عليه وتعليه للاخر كده، بيعمل لك كل المشهد اللي حواليه من بره دوت، بيخليه اسود عشان عينك ما تبقاش مشتته باي عناصر بره او اي حاجات موجوده بره. برضو بيبقى يعني حاجه من ضمن الحاجات المساعده لينا. بعد كده هنيجي على في هنا الكومبوزيشن جايدز، لو انت عايز تعمل بقى كومبوزيشن في المشهد بتاعك. واخدين بالكم بص هنا عمل لي الرول اوف ثيرد، دي حاجات ليها علاقه بالكومبوزيشن، هنبقى نعمل لها يعني حلقه لوحدها، بس بيدي لك الخطوط يعني اللي انت تظبط عليها العناصر بتاعتك لو انت عايز تحطها. بعد كده بقى نيجي هنا للديبس اند فيلد او ديبس اوف فيلد، وده اوبشن مهم جدا في كل الكاميرات وبنستخدمه، بتطلع افكت حلو قوي لازم نفهمه. اول حاجه تعالى نعلم عليه وبنختار من هنا كده، بنقول له تعالى احنا عايزين الفوكس اوبجكت بتاعنا ايه، بنعلم من هنا ونقول له عايزين الاوبجكت بتاعنا اللي هو السماعه ده يبقى هو الفوكس بتاعنا. واخدين بالكم بصوا ايه اللي حصل، بصوا الجبل اللي ورا دوت بقى اوت اوف فوكس ازاي كده، كل حاجه واضحه معانا وموجوده ومفيش اي مشاكل خالص. بص اول ما بعلم عليه واختار من هنا كده اقول له ان انا محتاج العنصر دوت يبقى هو بتاع الفوكس بتاعي او هو اللي جوه الفوكس بتاعي، شايف الجزء اللي ورا ده بقى بلور ازاي؟ ده الايفكت بتاع الديبس اند فيلد، بتتحكم فيه من هنا من الابتشر بتاعتنا. لو انت عاوز تزود الايفكت دوت ممكن تقلل بقى من هنا كده الابتشر بتاعتك ديت لحد ما تبقى مثلا بالشكل ده. بص تعالى خليني الغي كده اللوك اند فيو عشان اعمل زوم ان من غير ما يغير في الكومبوزيشن. بص هتلاقي السماعه نفسها انا قللت هنا الرقم كان هو 2.8 او 2.8، بص لما خليته 0.8 بس الايفكت بقى عامل ازاي. الجزء بس من السماعه دوت هو اللي بقى جوه الفوكس، والجزء ده نفسه اصلا حتى بقى بره مع نفس الكلام اللي ورا. نفس الكلام لو انت جيت زودت هنا كده شويه، كل ما بتزود في الرقم ده كل ما الفوكس بيتقاس او بيتعمل على اساس ان هو خطوط
على الارض ماشي. فكل ما بتزود في الرقم دوت كل ما الخطوط دي بتزيد، المساحه اللي هي تبقى جوه الفوكس دي بتزيد، كل ما بتقلل الرقم دوت كل ما المساحه اللي جوه الفوكس دي بتقل. بصوا انتوا واخدين بالكم ماشي. طيب لو انا مش عايز اعلم بقى مثلا على اوبجكت معين ممكن الغي دي، وبتقول له هنا الفوكس ديستنس بتاعتي هتبقى قد ايه جوه الفوكس. هتقول له هنا الفوكس ديستنس اللي هو المسافه ما بين الكاميرا قد ايه العنصر موجود عشان خاطر يبقى فيه فوكس. هنا مثلا 10 متر، تعال نقللها نخليها 1 متر، تعال نقللها تاني نخليها مثلا 0.1. نبدا نزود بقى كده، نزود لحد ما يبدا يظهر معانا العنصر جوه الفوكس. او ممكن لو انت بقى عايز على طول تحدد المكان يعني بالاي دروبر ديت، تقول له انا عايز الفوكس يبقى على الجزء ده، الحته دي. احنا الاول لما كنا ظابطينه الاوبجكت كان موجود هنا، انا اقول له مثلا ان انا لا، تعالى نفترض ان انا عندي السماعه دي كانها لفه شويه كده، كانها لفه مثلا شويه كده، وانا عايز اخلي الفوكس على كلمه سوني اللي هنا دي. هختار الكاميرا بتاعتي تاني وهاجي هنا من الديستنس وهختار الحته دي. بص عمل لي ايه، بقت كلمه سوني هي اللي ان فوكس وباقي الحاجات كلها اوت اوف فوكس. لو انت جيت علمت عليها بقى بالاوبجكت ودوست كده، بص هو اختار الاوبجكت عموما، يعني اختار المساحه بتاعت الاوبجكت كلها. فده الفرق ما بين الاثنين، الفوكس اون اوبجكت والفوكس اون ديستنس. اوكي، ممكن لو انت عايز تخليها على الزرار اللي هنا دوت تخليها كده، بص، او على حرف الار ده. واخدين بالكم الكلمه هنا او المكان هنا بقى اوت فوكس، هنا بقى ان فوكس. نفس الكلام بقى لو انا عايز اعملها على الجبل اللي ورا ده، ممكن اجي كده واعمل كده، فبقى الجبل ده ان فوكس ودوت بقى كله اوت اوف فوكس ماشي. طبعا بقى كل الحاجات اللي انت ممكن تبقى تقعد تجرب فيها، بتعمل لك بتديك افكتات معينه كده في الديبسن فيلد والروتيشن بتاعها والريشيو. بس يعني عاده اغلب حاجه بنستخدمها هنا هو الاف ستوب دوت، اللي هو فتحه العدسه بتاعتي. بنختار المقاس بتاعها او المساحه بتاعتنا على حسب اللي يدينا الديبسن فيلد ده بيخلينا بنعمل فوكس وبنركز عين المشاهد اللي بيتفرج على جزء معين بس احنا عايزين نعمل عليه فوكس في المشهد بتاعنا. بعد كده بقى يعني الكاستم بروبرتيز ديت ما بنستخدمهاش تقريبا برضو خالص، يعني دي اغلب الحاجات كده احنا لمينا اغلب الحاجات اللي موجوده جوه الكاميرا جوه بلندر. شفنا ازاي ممكن نكون بنتحرك بيها، ازاي ممكن نعمل افكت من خلالها. كل دوت ممكن تقدر تستخدمه عشان تطلع بيها مشهد او تطلع بيها شوت يكون شكله كويس. تاني، الكاميرا من اكتر الحاجات المهمه جوه بلندر، لازم تكون بتعرف تتعامل معاها كويس جدا، لانه زي ما اتفقنا بص بافكت صغير خالص كده انت عملت فوكس على جزء معين او على حاجه معينه انت عايز تعملها، او على حاجه معينه انت عايز تظهرها للناس وتظهرها للمشاهد بتاعك. فمهم قوي تعرف تقعد تجرب لحد ما تفهم كل حاجه من دول تكون بتعمل ايه، وتعرف تعمل التركيبه بتاعه الكاميرا بتاعتك اللي تدي لك الافكت اللي انت محتاجه ده. طبعا الكاميرا فيها حاجات كتير برضو ممكن نقدر نستخدمها ونتعلمها وتفرق معانا في المشهد بتاعنا، بس خلينا نكتفي بالقدر ده النهارده. عايزك بقى تبدا تجرب ايدك كده مع الكاميرا وتبدا تشوف الخصائص بتاعتها وتشوف الافكتات بتاعتها، واشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله. سلام.